بيقول لك ان في ناس سابت الفكره ومسكت في الشخصيه. يلا بينا. الفيديو اللي فات كان عن صلاح ابو المجد، الفيديو عمل انتشار واسع وفايرال، بس الغريب ان في ناس سابت الفكره ومسكت في الهجوم على الشخصيه. بص يا صديقي العزيز، خلينا متفقين على قاعده مهمه جدا، وهي ان كل شخص في الحياه له ما له وعليه ما عليه. مفيش حد كامل او كلامه كله قران ومصدق. لما لقيت ناس بتنتقد ومعترضه على كل كلامه استغربت. يا صديقي العزيز، شخصيه زي صلاح ابو المجد بخبرتها في السوق والمبيعات مستحيل تقعد تسمعه وما تطلعش منه باستراتيجيه او نصيحه ماركتينج او فكره تنور في دماغك وتنقلك في شغلك. القاعده الذهبيه بتقول خد اللي يعجبك ويفيدك وسيب اللي ما يعجبكش. الذكي هو اللي بيفلتر الكلام وياخد الخلاصه، مش اللي بيعترض لمجرد الاعتراض ويقفل دماغه. يا صديقي العزيز، الاعتراض المطلق مش هيوصلك لحاجه، بس انك تاخد الانفع من كل حاجه بجد هو ده اللي هيبنيك. وعلشان تدمج ما بين الانفع والامتع ونستنفع مع بعض بالمعلومه ونستمتع مع بعض بالدردشه، يبقى اتبعني. ومن موقعي هذا احب اقول لك ان احنا بنساعدك ان انت تبني براند لنفسك او تعمل ماركتنج لشغلك، من اول الفكره للسكريبت للتصوير والمونتاج للانطلاق على السوشيال ميديا. ده كان شوت قهوه بعدس الدرش. تابعني واستنى الشوت الجاي.